قائدنا ميداني عزت قوتنا. شهيد ربنا تكوشينا ميا صاغن تجارينا بنابع كونغراستار هبال شيراز وباخفة بالأبي أيها الشعب المقاوم والمناضل في إقليم شمال وشرق سوريا، في البداية وفي هذا اليوم في الساعة 23 من حزيران نستذكر بإجلال وإكرام شهداء مجزرة حلنج، الشهيدات زهرة بركل والشهيدة هبون والشهيدة أمينة. هذه المجزرة التي كانت سلسلة من سلاسل سياسات الاحتلال التركي ضد مناطقنا، مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق التي تنادي وتعلي بصوتها بالحرية والكرامة والديمقراطية. كما نستذكر الشهيدتان ريحان والإيمان اللتان هما أيضا كانت فتحا لسياسة الاحتلال التركي لمدى قذارة السياسة التي يتبعها ضد منتهجي خط الحرية والكرامة والديمقراطية. كما نستذكر كافة شهداء وشهيدات الحرية والكرامة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحرية ومن أجل العيش بالكرامة على أرض هذا الوطن. إن كنا مجتمعين ومجتمعات هنا اليوم وبهذه الوقفة الوطنية وبهذه الوقفة البطولية والشامخة والمطالبة بالحقوق الديمقراطية والعدالة والمساواة، والتي هي نتاج فلسفة القائد عبد الله أوجلان. هذه الفلسفة هي بوصلة التائهين عن مسار الحقيقة، الحقيقة التي أخفوها عن المجتمعات الذواقة للحرية، الحقيقة التي دنسوها بسياساتهم بالإبادة والمجازر والانحلال والانصهار والحرب الخاصة وغير ذلك. ها نحن الآن بصدد حملتنا، حملة حرية القائد عبد الله أوجلان جسديا والحل السياسي للقضية الكردية، القضية التي تمثل محور القضايا في الشرق الأوسط. نعم، هذه الفلسفة
المجتمعات في الشرق الأوسط، وحتى بالمستطاع القول بالعالم أجمع، مجتمعات تريد أن تعيش كما هي، تريد أن تعيش بإرادتها وبكيانها، تريد أن تعيش بحرية على أرضها بدون تدخلات من سياسات الاحتلال وغير ذلك من متربصي أعداء الشعوب، أعداء الحرية وأعداء المرأة الذين يستهدفون دائما المرأة في شخصها لكسر إرادتها ولإبادة منجزاتها. ثورة المرأة التي أطاحت بكل القيود التي كانت تكبلها، هذه الثورة التي استندت إلى أيديولوجية تحرير المرأة، والتي هي أيضا من نتاج فلسفة القائد عبد الله أوجلان. وإن صدحت انتفاضة النساء وانتفاضة المرأة في إيران بشعار المرأة الحياة الحرية، هي أيضا من نتاج فلسفة القائد آبو. إلى جانب ذلك حتى المقاومة الآن في باكور ضد سياسات الدولة التركية الفاشية هي أيضا من فلسفة القائد عبد الله أوجلان. باستطاعتنا أن نقول إن كنا موجودين وإن كنا ننطق بكلمة الحق والحرية وإن كنا الآن نتعايش مع بعضنا بكافة المكونات، كردا وعربا وسريانا وآشورا وأرمنا وشركسا، وقد شيدنا ورسخنا أخوة الشعوب ووحدة المكونات والتعايش المشترك ومبدأ الرئاسة المشتركة ومشروع الأمة الديمقراطية هي من نتاج فلسفة القائد عبد الله أوجلان. ومناطقنا في إقليم شمال وشرق سوريا هي خير دليل على ذلك. لذا يتطلب منا جميعا، نساء رجالا شيوخا شبابا وشابات وحتى أطفالا يهتفون باسم القائد، يجب أن نكون دائما في الساحات لننادي بحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ولنندد بذلك التجريد المشدد على القائد. إننا نقولها من هنا، سنكون على العهد دائما مع الشهداء ومع فلسفة القائد عبد الله أوجلان لننادي بالحرية للقائد آبو، بالحرية لمجتمعاتنا وشعوبنا والديمقراطية والمساواة. وفي النهاية تحية لوقفة كل مواطن ومقاوم في شمال وشرق سوريا، تحية لأبطالنا الأشاوس في جبهات، تحية لقوى الحماية التي تسعر دائما على حماية أمن واستتباب الاستقرار في هذا الوطن. دمتم دائما متفوقين ودائما تعلو أصواتكم في وجه الأعداء. شهيد نامرين بسروك جيان نابي جنجيان آزادي.